أخي مروان اسمعني من الهاتف. شكرا أخي مروان، انقطع الاتصال مع مروان. هذا هو ديدنهم بالغدر والخيانة كما كانوا أسلافهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية ويزيد وهند. نعم ممكن هذا جديد. الآن راح نعرض لكم هذه الصورة لقبر جثمان الشهيد الذي تم دفنه هذا اليوم. هذه الصورة للشهيد حسن شحاتة رحمه الله برحمته الواسعة، وإن شاء الله هم السابقون ونحن اللاحقون. الآن عندنا الأخ موسى من ديالى. تفضل أخي موسى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخ موسى. شلون أخوي أبو مريم؟ الله يحفظك حبيبي موسى. الحمد لله وشكرا إنه حصلتكم من البارحة اليوم أدق وأريد أحصلكم، ما أدري اليوم شلون حصلتكم. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر على وعده وعلى كتبته. الحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الله أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين، ولا سيما أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم وقتلة الإمام الحسين وبني أمية الشجرة الخبيثة وآل مروان وبني العباس خاطبة، والذين يقتلون في زماننا هذا من مشايخ السلفية والسلفيون والوهابيون لعنة الله عليهم لعن عاد وثمود. إذا طابت حياتك بالرزايا ولم تجد الطريق إلى الوصول، فما لك غير آل البيت حلا، فعجل بالصلاة على الزهراء البتول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والله يا أخي ما نعرف إنه إحنا نعزيكم نقولكم جسمه مبارك عليكم 15 شعبان، ما أعرف يعني إحنا الشيعة، لكن أنا ندائي إلى الشيعة إلى الرافضة، أقول لهم أخوان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. ولكن يا أخي أبو مريم كذلك الإمام الحسين هم قال إنه هيهات من الذلة يا أخي. والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن رضى بالذل طاعا فليس منا. يا أخي أنا أناشد المؤمنين الرافضة يا أخي قوموا، لا إنه تخلون العدو إنه يصير وضعكم. يا أخي مو هاي وضعية، دافع عن نفسك. أنا ما إنه أنا حرض على القتل، لكن الإنسان الوهابي والإنسان السلفي اللي يعتدي علي وعلى مالي وعلى عرضي وعلى أرضي، يا أخي ما يصير يعني الإنسان يدافع لو عن دينه لو عن أرضه لو عن شرفه. يا أخي هاي الشيعة أنا متحير بيها يا أخي. يعني حتى الإمام عجل الله فرجه الشريف لا يقبل بهاي القضايا. لكن أنا أصور لك قد واقعة صارت عندنا محافظة ديالة أخي، يعني أب وابنه قتلوه من منطقة قريبة علينا مسافة تقريبا 10 كيلوات، أب وابنه ورا ما قتلوهم حرقوهم. أنا ما أعرف هذول البكريين والعمريين على يادين إنه هذول البكريين والعمريين شنو مهندوس على يا طائفة. أنا ما جاي أعرف إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول لك قناة فدك وصوت العترة إلى الأمام سيري وارجمي وأسكتي كل كافر وحقيري. قتلوا شيعة آل محمد بحقد وهدموا مراقد أئمتنا وأرسلوا التكفير، ونحن معكم بلعن عاش وأبا بكر
وعمر وعثمان وكل حاقد صغير كان عن كبير، سوف نلعن كل من عادانا، سوف نلعن كل من عادانا. نحن بجنة الله وأنتم بجهنم وسعير. أولاد زنا ولد عائشة أرضعتكم حقدا على من طهرهم ربي تطهيري. اللهم صل على محمد وآله وعلى حمزة وعلى من في الجنة يطير. صلوا على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. أشكرك أخي موسى على هذا الكلمة. وبنفس الوقت بس لحظة، أن أدعوك أخي موسى أن الأخوان الرافضة في قرية الهويدر أن يشاركون أخوانهم في بغداد بالسفارة، يأخذون تروحون جماعة وتروحون هناك للسفارة للتظاهر أمام، وجميع الأخوة، دعوة جميع الأخوة المؤمنين في القرية وخارج القرية. جزاك الله خير أخي موسى. أخي عندنا منتظر من كربلاء. السلام عليكم. انقطع الاتصال. عندنا الأخ منتظر. خلينا الفيديو الثالث محمد. ده حق الحكومة. لا ما يخش. هم الزمان الحكومة بالزاد عايش طول بيته. كلنا الشيعة الاخوان هم اللي خربوا البلد. لا هم اللي خربوا الدنيا. الشيعة بودر دمهم وهنموتهم مش هنطلعوا النقاط اللي ميتين. ايه اللي جد ان هم ولادين عاملين احتفال النهارده. الاحتفال اللي هو اللي عندهم جواز متعة. جواز متعة يعني اللي هو تبادل الزوجات. ما هو واحد جوه. في 20 واحد جوه واللي هو حسن ده جوه. حسن أخرى لكم. صراحة لاحظوا الكذب كما كذبت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وآله، كما كذب أسلاف القوم، هؤلاء الآن يكذبون. قبل قليل شاهدت الفيلم، شاهدت مقطع من الفيديو أنه كان الشيخ يقيم مناسبة مولد الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه في أحد بيوت المؤمنين، لكن لاحظوا الافتراءات اللي عليه. زين أنه أقاموا زواج متعة جماعي، وليس فقط زواج متعة، وإنما زواج متعة جماعي. لاحظوا الافتراء والكذب. هذا ديدنهم صراحة. وإنه كل المصائب طلعت اللي في مصر، كل هالمصائب هذه طلعت بسبب الشيعة، لأن حسن شحاتة شيع له. الآن نأخذ اتصال الأخ جاسم من بغداد، ما أريد نطول عليك. أخي تفضل جاسم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اريد اشارك بالبرنامج. تفضل اخي، انت على الهواء مباشرة، نسمع من الهاتف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
ياسر من بغداد. ياسر حياك الله أخي ياسر. إلى متى تبقى الشيعة ساكتة يا أخي؟ نعم. إلى متى تبقى الشيعة ساكتة يا أخي هذا مو عمل هذا والله العظيم. زين يعني عندنا هنا بالعراق، اللي محسوبين على السادة، زين يروحون يتحالفون ويا البكرية والعمرية، زين في سبيل يسوون تحالفات يغيرون الحكم. هذا مو عمل هذا. أحسنت أخي ياسر، جزاك الله خير على هذه الفكرة. أحسنت رحمه الله والديك. عندنا أخ من إيران، من معي؟ السلام عليكم. أبو ماجد. اي ابو ماجد. السلام عليكم أخي أبو ماجد. عليكم السلام حبيبي. حياك الله أخي، تفضل أخي من داخلته. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعز الحجة والعالم الشيعي بشهادة الشيخ العلامة حسن شحاتة. فأنا بس وجهة نظر أردت أقدمها للإخوة المستمعين، لأن شيء شفته أعتقد المقطع الثالث الفيديو. نعم. الشيء اللي انكتب على الشاشة بأن السلفية قاموا بهيك شيء وبهيك جريمة نكرة. الشيء اللي نشوفه احنا شيء ثاني، ما قاموا بهذا العمل الشنيع، عمل حشاكل كثيف إلا الجماعة السنية البكرية والعمرية. هذا رأيي أنا الشخصي. نعم. والجماعة اللي شفناهم على الشاشة جماعة أميين تحت الصفر، يعني من قضية الأمية الثقافة ماكو. ناس يا أخي تحريض هؤلاء مساكين، تحريض من أخوان الشياطين والسلفية. طبعا يعني دون شك هذا الشيء مؤيد ومؤكد. نعم. بس أنا كشيعي علامنا احنا علام الشيعة، خلي يحرضونا على اخوان الشيعة بالعراق. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل يفكر به، خلي عقل الإنسان يفكر به يا أخي. علامنا الشيعة هسه خلي يقولون لنا قوموا على اخوتكم العراقيين الشيعة، فاحنا ربما مغلدينهم نقعد نفكر بالفلسطين يا اخي. العصر عصر كمبيوتر، عصر اقمار صناعية، عصر تطور. يوم القرن ال21 الشيء شفناه شيء همج ناس، يعني يا سبحان الله. يعني صار الشارع الشيعي